والله عم طلع شهريتي شيء 200 $300. انا مرتاح ومبسوط انا هون. نحن اولاد الساحل هلا صرنا منبوذين. أكثر من عام مضى على سقوط النظام السوري السابق. مئات آلاف السوريين ويمكن أكثر ما زالوا حتى اللحظة بلبنان، منهم بإقامات قانونية وأغلبهم موجودين بطرق غير شرعية. الأسباب سابقا كانت أمنية، سياسية، معيشية لعدم رجوعهم. الآن ما الذي يدفع المواطن السوري إلى البقاء في لبنان وعدم الرجوع إلى سوريا كما كان متوقعا؟ اسأل أي سوري هلا بيقول لك وفر لي فرص عمل بسوريا، قادر يكفيني معيشة أكل وشرب، حينزل على سوريا فورا. قد إيه صار لك عايش هون؟ صار لي شيء 32 سنه. تعودت هون، برزق هون، لك بسوريا يمكن ما في شيء. لا هون على القليله بتبعت لها الختيره شوي لبيك وامك وبتصرف انت واولادك وعائلتك. لا ما شو بدي اسوي هونيك انا؟ هون اريح لي هوني. لا عندي لا ام لا اب ابدا، ما لحد هوني. ليش ما رجعوا؟ لانه الحمد لله يعني هلا هون عم نشتغل والوضع تمام الحمد لله. مجبوره مشان عم دور على الامان. ابن الساحل تعبان. شو اللي لازم يصير بسوريا لحتى ترجع؟ تأمن لي شغل، تأمن لي أمان، تأمن لي كل شيء مستلزمات إنه الشعب السوري بده إياها. بس أنا إذا بتنزل على بلدي هلا ما في شيء، شو راتبي $120 شو حتكفيك هيدي؟ وانا بصراحه خاطب يعني عم بلش كون حالي وما قادر كون حالي بسوريا، ومعاشاتهم لهلا مليون مليون ونص بالشهر. على المؤاخذه انا باربع ايام هون المليون ونص بيشتغلوا. طب جربت تشتغل بسوريا؟ والله جربت اشتغل بس ما زبطت معي. قمت رجعت لهون عم بشتغل هلا نكاية، بنكش على الحوايا، طلع بيبسي تنك وبيع. قد ايه دخلك الشهري تقريبا بلبنان؟ قد ايه عم تطلع من هي الشغله؟ والله عم طلع شهريتي شيء 200 $300. كمعيشي كشغل فهون افضل. الشباب اصحابي نزلوا لهنيك وقالوا لي كوضع مادي ومعاشاتهم احسن بكثير. من هون ل10 سنين بتزبط يمكن ان شاء الله اذا زبطت. انا بشكر لبنان، يعني بعد الاهل لبنان اهلي.